السلام عليكم، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في قناة كريم كيتشن ديزل. إن شاء الله وين كنتم أينما كنتم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح نبارطاجي معكم هاد البيتزا تاع المقلة. يعني عاودوا ديمونداوها لي، قال لك عاود دير لنا البيتزا تاع المقلة، ما يكون غير على خاطركم، مام نتوما يعني المشاهد الكريم راح نتبعوا معنا هاد الوصفة حبة بحبة. ما نطولوش عليكم، نروحوا نشوفوا الوصفة فيها. انا في ريسيبيون حطينا يعني 2 كيسان ما دافين. الكاس الثاني يعني ما بانيش مع الاول مليح في الفيديو، مي كنا 2 كيسان ما دافين، حطينا عليهم مغرفه معمره تاع الخميره ومغرفه تاع السكر، خليناهم يرتاحوا واحد 10 دقائق، عاودنا وليناهم. حطينا يعني الفارينه تاعنا شويه شويه، هنا حوالي واحد 600 غرام فارينه، يعني يقعد لك واحد 100 غرام هكذاك. راح نحطوه بيان سور بالطبع تدريجيا، غير شويه بشويه حتى تكتمل العجين تاعنا. انا كيما راكم تشوفوا رانا نخلطوا العجين تاعنا اللي حطينا، يعني حطينا حوالي واحد 2 كيسان هكذاك. عاودنا حطينا اللي قعدت يعني حوالي واحد 550 غرام هكذاك. اما من بعد انايا زدت شويه حتى تكتمل يعني العجين تاعنا. درنا لها الملح بيان سور، هنا زدنا لها حوالي واحد المغرفه ونص زيت، يعني الزيت الزيتون بيان سور، وعجناها واحد 5 دقائق هكذاك. هنا كيما راكم تشوفوا العجينه راهي طريه، يعني مكتمله. خلوها تخمر حوالي واحد الساعه. نخلوها توجور في سطح العمل، يعني ما ندخلوهاش يعني الثلاجة، ولا نخلوها جوست في سطح العمل باش تخمر لنا مليح. وقبل ما نكملوا يعني الفيديو تاعنا، نقول لكم سمحوا لي بزاف، راني شويه تعبان وان شاء الله نلحق لكم المعلومه. هنا كيما راكم تشوفوا صلصه الطماطم انا جامي نغيرها، يعني توجور اللي ندير هذيك هي. زدت لها جوست شويه معدنوس باش تلقنا شويه بنا. راح نحط لكم يعني توجور المقادير في وصف يعني في سطح العمل ان شاء الله. هنا عندنا 3 حبات فلفل صغار يعني متنوعين. هنا عندنا حبه فلفل احمر، حبه فلفل خضر يعني طرشي، وحبه حار، يعني اخترت يعني حبات صغار. هنا قليتهم يعني جيست باش يمدونا يعني لون جميل في البيتزا والبنه تاني. انا نحب توجور ندير هاد يعني المكونات. نحب ندير الخضر في البيتزا. هنا يعني كان عندي مورسو تاع دجاج، قليته يعني مليح، راح يمدلك يعني طعم بزاف ولا اروع. ومن بعدك يعني فتتهم بيدي هكذا جوست باش نحضروا البيتزا تاعنا وتكون شابه يعني. وكان عندي تاني فيونداشي كيف يعني شويه برك جوست باش نديروا بيتزا شابه ويعني مزينه مليح. وتقدروا ديروا طو، يعني راح يكون اختيار لكم في التزيين تاع البيتزا والمكونات اللي تحبوا ديروهم. هنا يعني حطيت الصلصه تاعنا كما قلت لكم، رحيتها درتها يعني بهذا الخلاط الكهربائي جوست باش يعني نخلطوا كاع المكونات اللي فيها وتجينا مليح. انا بعد ما خمرت يعني العجين تاعنا نديكازيناها وحطيناها في سطح العمل بيان سور. يعني العجين كما راكم تشوفوا تجيك طريه، تجيك هايله ما شاء الله. يعني انا في سطح العمل درت لها شويه فارينه وعاودت عجنتها حوالي واحد 2 دقائق، وقطعتها على 4 قطع، يعني يجوك 4 قطع بزاف شابين، يعني تقدري تنقصي منهم. انا نحب نكون يعني البيتزا تاعي تجي شويه خشينه، ما تجيش رقيقه باش ما تجيناش يابسه، نحبها تجي خشينه. يعني سيرتو العجينه كي تخليها تخمر مليح وتكون طريه، يعني وش يطريها زيت زيتون، راح يمدلك يعني طعم ولا اروع في البيتزا، يعني تجي شويه خفيفه وما تجيش يابسه. هنا نحضروا البيتزا تاعنا الاولى كيما راكم تشوفوا، يعني نعجنوها على حسب المقله اللي عندنا. الا كانت كبيره ديروها كبيره، الا كانت متوسطه ديرها متوسطه. انا توجو نديرها متوسطه فوالا.
نروحو نحطوها في المقلة. فوالا أنا عندي مقلة شوية عادي، ماي كبيرة ماي صغيرة متوسطة، نتقبوها بالفرشيطة. قلنا النار يعني لازم تكون بزاف متوسطة، يعني النار خفيفة، يعني المقلة تكون سخونة ديجا من قبل، وتحطوا البيتزا تاعكم طيب نورمال على نار قليلة، يعني ما تخافوش ما حتحرق لكم ما والو. قلنا نطيبوها شوية من تحت، نعاودو نقلبوها ونعاودو نتقبو يعني البيتزا من جهة الأخرى، ونحطو عليها صلصة طماطم. صدقوني هاد الصلصة يعني بزاف بنينة. قلنا راح نحطو لكم يعني المقادير في سطح العمل إن شاء الله. نعطينا المكونات اللي قلت لكم، راح يمدوا لكم طعم ولا أروع، وتجيك شابة بزاف البيتزا تاعك. حنا عطينا عليها الدجاج، زدنا لها شويه فيونداجي، ومن بعد حطينا عليها يعني الجبن اللي عندك. يعني انا حطيت شويه شيدار رابي، وزدت لها شويه موزاريلا. عاود حطيت لهم يعني من الفوق شويه كامونبير، يعني اختياري ديروا، المهم حاجه اللي حبيتو نتوما. وصدقوني راح تعجبكم بزاف هاد البيتزا جيتو ولا درتو لها هاد المكونات. انا عجنت يعني البيتزا الثانيه، قلنا توجور يعني ما نرقوهاش مليح، جوست باش تقعد لك طريه وما تجيكش يابسه. انا هاد البيتزا درتها للدراري، يعني ما يحبوش هاد الصوالح تاع الفلفل الدنيا، منا يحبوها تجي عادي سامبل، جوست بالدجاج المفروم او الفيونداشي ولا بالطون. يعني نديرو لهم حاجه اللي يحبوها بيان سور، صوالح واحد اخرين ما ياكلوهمش. انا وشنو كان خاصني الزيتون، يعني ما لقيت الزيتون. انا قلت بالك عندي وما كانش عندي، ما عليناش. الزيتون راح يمد لك طعم ولا اروع، يعني سيتو لك يعني الزيتون الخضر مقطع، ولا الزيتون الاكحل بيان سور راح يزين لك البيتزا تاعك. انا كيما راكم تشوفوا البيتزا يعني تانية درت لها شويه فيونداشي كما قلت لكم، والبولي، ودرت لها الفرماج. هذا ما كان يعني ما كثرت لهاش. ويعني كاين اللي يحب يدير طون، كاين اللي يحب يعني يدير شامبينيون، هذا الاختيار يقعد ليكم بيان سور. وهاد البيتزا تاع المقله على بالي بلي راح تعجبكم، واذا عجبتكم وسيتوها ما تنساوش يعني تعطونا رايكم ان شاء الله. وما تنساوش سيرتو يعني الاشتراك على قناتي والضغط على الجرس باش يلحقكم كل يوم جديد. وماذا بيا انا تبدو لي توجور رايكم في كامل الوصفات، يعني راني بارطاجيها معكم ان شاء الله. يعني ما خيبش ظنكم، وان شاء الله توجور يعجبكم. واش نقول لكم، هنا لحقنا نهاية الفيديو. معني غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، تهلاو في صحتكم، وما تنساوش بارطاجيوها مع الاقارب، مع العائله الكبيره او العائله الصغيره، ومع الحباب بيان سور. تهلاو في رواحتكم، وما تنساوش بيان سور تهلاو في صحتكم بزاف بزاف. سلام.